نادي بيراميدز معاه فلوس زي الاهلي، يقدر يجيب اللي هو عايزه ويقدر يخش في اي صفقه. بس النادي مجلس الاداره بتاعه لما جه يعمل صفقات السنه دي ما راحش قاعد يلم في نجوم العالم، لا هو جاب النواقص بتاعته. ابراهيم عادل مشي من عنده، راح جاب لاعب سوبر زي ابراهيم عادل، ويمكن افضل من ابراهيم عادل اللاعب البرازيلي ايفرتون. راح جاب الصفقات اللي هو محتاجها، بس النواقص بتاعته ما دخلش على الفرقه بتاعته فيروسات، ما دخلش على الفرقه بتاعته لعيبه نجوم بفلوس كتير قوي يبدا اللاعب يغير من التاني. وهي الكره كده سكريبت قاعده، هتدخل نجوم كتير قوي في فريق واحد الفرقه هتبوظ منك مهما تكون انت مين، فريق اوروبي فريق اسيوي فريق افريقي. وشفناها اقرب مثال مع باريس سان جيرمان لما كان بفلوسه بيلم نجوم العالم عشان ياخد بطوله اوروبا وما خدهاش. ولما جه لويس انريكي بس وقال لهم ما ينفعنيش المشروع ده، وغير وجاب لعيبه عطشانه وجعانه كوره وعايز تلعب كوره، ولعيبه اصل هو لاعب حريف ولاعب حريف، لاعب جامد ولاعب جامد، بس الفرق ان ده شايف نفسه سوبر ستار وده لسه بيبتدي فعايز ياكل النجيله. تعال شوف النهارده فريق الزمالك اللي الناس كانت بتقول ربع الصفقات بتاعته، يعني لو جت يعني الاهلي ما فيش مقارنه اصلا، ما فيش مقارنه. بس شوف فرقه مكونه لحد دلوقتي، يعني جون ادوارد مكون فريق صح، جاب النواقص اللي الزمالك محتاجها بقدر المستطاع اللي معاه، الفرقه ماشيه كويس، الدنيا ماشيه معاها. الاهلي تحس ان في حاجه غلط، النحس ده مش من فراغ، قله التوفيق ده مش من فراغ، المطبخ جواه حاجه. حسام غالي لما طلع يتكلم وقال تصريحات خربت الدنيا، والدنيا قامت وما قعدتش على حسام غالي. بس هو الراجل شايف حاجات، والحاجات دي بتظهر على ارض الواقع السنه دي. انت عمرك في حياتك تشوف الاهلي 5 مباريات يكسب ماتش واحد ويتعادل 3 ويخسر ماتش في بدايه الدوري، المركز ال 15 في الاسبوع السادس؟ لا في حاجه غلط، لازم الاهلي ومجلس اداره الاهلي يراجع نفسه، الدنيا بايظه من جوه المطبخ.